بيبدأ فيلم النهارده على كوكب سايبرترون، وبيدخل واحد الارشيف وبيشتغل انذار، وبتروح له طياره درون بس بيدمرها، وبيطلع يجري بس بتوصل له روبوتات ضخمه وبتقول له يعرف عن نفسه، فبيقول لهم انا دخلت هنا بالغلط، فبيقول له احنا هنحطمك، فبيقول لهم ليه بس العنف، استنوا كده هتحول، وبيطلع يجري وبيجري وراه، وبيقابل في السكه درون وبياخدها وبيتحوله وبيكملوا وراه، وبينط من مكان عالي وبيكون هيقع بس بيطير بالدرون وبينزل وبيمسك في المبنى اللي قدامه، وبيطلع يجري بس بيقع تحت، وبيكون في اجتماع وبيسيبهم وبيجري وبينط فوق قطر وبينزل في المحطه، بس بيوصلوا بيكونوا هيمسكوه، وفي روبوت بيخبط فيهم وبيعرف يهرب وبيركب روبوت القطر وبيكون مخبيه معاه. وبتظهر ريتا وهي بتعلم مجموعه من الروبوتات ازاي يستخرجوا الطاقه، وبينجحوا يستخرجوا مجموعه كبيره من الطاقه، بس الوضع بيخرج عن السيطره وبيحصل انفجار، وبيطلع يجروا وبيشوف اريان واحد محتاج مساعده وبيرجع يساعده، وريتا بتقول له يتبع البروتوكول ويهرب، بس بيرفض وبيساعده وبيطلعوا يجروا، وبيكون نافع يقفل عليهم، بس ريتا بتنجح انها تساعدهم وبيخرجوا، وريتا بتطرد من الشغل وبتتعصب وبتمشي، وبيروح اريان يضايق المدير وبيكره يضربه بس بيصد ايده وبيتعصب عليه، وبيروح دي يهديه فبيضربه هو، وبيروحوا يقعدوا وبيعرفوا ان ابراهيم رجع، وبيجمعوا كلهم بيعرفوا انه رجع هو وفريقه من الرحله بخير، وانهم ملقوش مصفة الطاقة اللي هترجع الطاقة للمكان، وانهم هيحاولوا تاني، وان تاني يوم اجازة، وبيصحى اريان دي بيقول له يدخلوا المسابقة تاني يوم عشان يثبتوا نفسهم، ودي بيرفض بيقول له احنا روبوتات تعدين وما نقدرش نتحول او نطير، وبيجي تاني يوم واريان بيقول لدي يجي معاه عشان يخليه يقعد قريب من الحفلة، وبيفرح لما بيوصل بيقول له كان قاعد جوه المباراة بالظبط، وبيقعد برايم يطير ويسلم على الجمهور، وبيكون اريان متأثر باللي بيحصل، واول ما السباق بيبدأ بيقول لدي احنا لازم نثبت نفسنا، بس دي بيكون رافض وبيقعد تحت، وبيكونوا لابسين حقائب نفاثة عشان يعرفوا يطيروا، والجمهور بيشوفهم وبيكون فرحان، والبلد كلها بتجري تتفرج عليهم، ودي بيقول له لو عشنا انا هقتلك، وبيقدروا يعدوا وينطوا من مكان عالي، والكل بيتحول بس هما بينزلوا على رجليهم وبيكملوا جري، وبعدين يمسكوا المتسابقين التانيين عشان يزودوا سرعتهم، وبيوصلوا عند منعطف بس بيقدروا يعدوا، ودي بيكون هيقع واريون بيلحقوا، بيكونوا متاخرين جدا في السباق بس بيجي لهم فكره وبينفذوها وبيوصلوا المركز الثالث، وبيكملوا بيوصلوا المركز الاول، ودي بيقع بيكون مش قادر يقوم فبيساعدوا اريان وبيكونوا هيكسبوا بس بيخسروا على اخر لحظه، وواحد تاني بيفوز ويكون دي متضايق لانه كده هيتعاقبوا وهيتخصم منه نص مرتبه، وبيدخل عليهم روبوت بيأمن المكان، وبعديها براين بيدخل، وبراين بيدخل وبيقول لهم اللي عملتوه ده اكتر حاجه مجنونه انا شفتها، واريان بيقول له دي كانت فكرتي وبيعتذر له، بس براين بيكون اعجب باللي عملوه وبيديهم المقر الخاص وبيكونوا مبسوطين، وبيجي دارك وين مديرهم في الشغل وبياخدهم يحبسهم عشان اللي عملوه، وبيكون في واحد تحت وبيخافوا منه، بيكون بقاله كتير تحت وبيعرفهم ان اسمه بي، وبيسالوه ازاي يخرجوا من هنا، فبيقول لهم انا ما اعرفش، وان شغلته يراقب النفايات ولو في حاجه للقيمه يشيلها، وبيقول لهم تعالوا اعرفكم على اصحابي، وبيكونوا بقايا روبوتات، واريان بيبوظ واحد منهم وبيقعد بيه يصوت، وبتظهر رساله استغاثه من فريق برايم، وهما بيتعرضوا لهجوم وبتظهر الاحداثيات على السطح، وبيقول اريان ان ده المكان اللي مات فيه البرايم الاول، وان اكيد ان وصفه الطاقه موجوده هناك، ودي بيقول له لا مش كل مره تضحك عليا، بس بيقعد يقنع فيه وبيوافق في الاخر، وبيسال بيه على طريق للسطح ويطلعوا من انابيب النفايات، وبيقول لهم بين القطر الحاجه الوحيده اللي هتطلعهم للسطح، وريتا اول ما بتشوفهم بتنزل فيهم ضرب، وبيكون عايزه تشغل انذار بس مش بتلحق والقطر بيتحرك، وبتقعد تجري عشان تحاول تهرب بس بعده يجروا وراها عشان يمنعوها، واريان بيقول لريتا انه يعرف مكان مصفوفه الطاقه بس هي بتكون مش مصدقاه، وبيوريها الرساله وبترفض وبتقول له مش هخسر رتبه تاني بسببك، بس بيشوفوا شيء جاي من بعيد عمال يقرب منهم وبيحاولوا يهربوا، بس الباب بيكون مقفول، وبيفضلوا ماسكين لحد ما القطر بيتقلب وبيطير، وبتفوق ريتا وبتبقى في قمه غضبها وبتقعد تصرخ وبتاخد مريان الخريطه، وبتقول انا اتحطيت في مغامره ماليش دخل بيها وانا اللي هاخد الخريطه وانتوا اللي هتمشوا ورايا، وبيفرح بيه وبيقعد يعرف بنفسه، ويفضلوا ماشيين كتير لحد ما بيشوفوا غزلان شكلها غريب بتهرب، فبيهربوا هم كمان، وبتظهر سفينه غيرتزون وبتستهدف اي شيء على قيد الحياه، وبيجروا منها واريان بيلحق بيه على اخر لحظه، وبتمشي وبيكملوا في رحلتهم، بيوصلوا عند كاف وبيدخلوا وبيوصلوا عند البرايمز، وبيلاقي اريان مصفوفه الطاقه مختفيه، وبيشوف ضوء بينادي على اصحابه، وبيبداوا يشيلوا الصخر وبيحطوا قطع الطاقه، وبيبدا يتحرك وبيكون خايف من الهجوم، وبيهدوه وبيقولوا ان الحرب انتهت، وبيروح عند اصحابه وبيزعل عليهم وبيقول لهم ان برايم كذاب، وبيقول لهم تعالوا اوريكم الحقيقه، وبيعرفوا ان هم كانوا جايين الكهف عشان يعرفوا معلومات مهمه، بس لما وصلوا عرفوا ان ده كمين وبقت الحرب وكانوا هينتصروا، بس كان في خاين وسطهم وقضى عليهم واخد مصفوفه الطاقه، بس كان لازم برايموس يرشح اللي هياخدها وهو ما كانش منهم فاختفت، ويظهر جيش العدو وبيوصل برايم، بيخرج القائد وبينحلوا له وبيدوم صناديق فيها معادن ملوثه، وبيتعصب قائدهم على برايم بس بيقول المراجم بتاعتنا بتخلص، ودي بيقول له كل حاجه طلعت كذب، بيقول له ما كانش لازم نعمل كده من الاول، بيقول لهم خلينا شغالين لحد ما تروسنا تصدي وهو بيدي طاقتنا لاعدائنا، ودي بيقول له تفتكر هيعمل فينا ايه لما يعرف اللي احنا عرفنا، فبيقول له مش فارقه معايا هو هيعمل ايه، انا فارقه معايا انا اللي هعمل ايه، ودي بيتعصب بيقول له انا عايز اقتله واعلقه واخلي الناس كلها تشوفه، وبيقاطعهم بيقول لهم كل الروبوتات اتولدت بترس التحول، هو اللي شالهم، والتحول مش من الترس لكن في شراره جواكم، واصحابي كان عندهم نفس الشراره وانا شايفها جواكم، خدوا منهم التروس وتحولوا قدراتكم الكامله، وبيبدا ينقل لهم التروس وبتبدا عمليات التحول، وشكلهم بيتغير ويوصلوا اللي عندهم، وبيقول لهم يلا روحوا المدينه حذروا الناس، وبيدوهم سجلات عشان يعرفوا يفضحوهم، واريان بيقول له تعالى معانا، بس بيقول له لا دي معركتي انا وانا لازم انهيها، وبيبداوا الهجوم وبيتحول وبيهجم عليهم وبيكون عددهم كبير، ودي بيكون عايز يرجع يحاربهم وبيقعوا وبيعرفوا مكانهم وبيضربوا عليهم وبيكونوا مش عارفين يتحولوا، بس بينجحوا في التحول، بيكون في واحد هيخلص عليهم ودي بيلحقهم، وبيبدا برايم يقبض عليه وبيساله عن اللي كانوا معاه في الكهف، فبيقول له دول نهايتك، فبيخلص عليه، بيكونوا ماشيين فجاه بيتكهربوا وبيقعوا وبيتمسكوا، وبيكونوا فاكرينهم جواسيس، وبيكونوا دول كانوا تابع المدينه لحد ما حصل خيانه وهم انفصلوا عنهم، ودي بيتخانق مع القائد وبيقعد يضربه،
وفجاه بيطلع من ايده مدفع واريان بيمنعه وبيقف دي وبيخليهم يتبعوه، وفجاه بيحصل عليهم هجوم وبيتحولوا وبيحاربوهم، بيكون عددهم كبير والحرب شديده وبيقدروا ياخدوا بي ودي، وبيكون اريان فقد الامل وريتا بتشجعه تقول له انت على طول متفائل وبتساعد الناس وانقذت العالم من المنجم وطلعتنا للسطح لسبب، فبيقتنع بكلامها وبيرجعوا للامل من جديد. وهو بيروح للباقي من الجنود وبيقول لهم احنا لازم نتحد عشان ننقذ صحابنا، وانهم على الارجح حافظين في المبنى العلوي، ولو عملنا هجوم مفاجئ هيكون لينا فرصه في النجاه، وبيكونوا ممسوكين وبيقعد يضحك عليهم ويقول لهم انهم خونه، فبيقول له بي انت اللي خاين، فبيقول له وانا بعدينكم قدام الناس هتكونوا انتوا اللي خونه، وبيقف دي بيقول له انا مش هنحني لك، انا مش خايف منك، انت كده كده خدت مني كل حاجه، وبيقع على الارض وبيلاقي لزقه ميجاترونكس، وبيقول له فعلا كان رائع وانا قتلته بنفسي واخدت ترسه، وبيقعد يعذبه وبيلزق فيه الرسمه بالنار. واريان بينزل لتحت وبيتحول، وعمال المناجم بيكونوا متضايقين من الشغل، واريان بيروح لهم وبيقولوا له قالوا لنا انك مت في السباق، وبيوريهم الترس وبيقول لهم انا طلعت فوق وعرفت ان كلنا عندنا تروس بس هم خدوهم مننا ودلوقتي قدامكم خيارين يا تشتغلوا يا تحاربوا ضده معايا، وبيقولوا هنحارب ازاي من غير تروس، فبيقول لهم المهم الشراره اللي جوانا هي اللي بتحركنا للاحسن، وبيقولوا مش معانا جيش، فبيقول لهم ريتا في الطريق وبيكلمها بيقول لها انا جاهز، وبتدخل بالجيش المدينه ودي بيقوم تاني وبيستعد عشان يخلص عليه، بس الجيش بيوصل وبتبتدي المعركه وبيكونوا هيهزموا، بس بيظهر اريان واصدقائه بيكونوا هتخلص عليه بس يقول لها بص وراكي، فبتبعد وبيخش جوه وبيدخلوا بالقطر في المبنى وبيحرر اريان دي وبي بيكون مبهور بالاسلحه اللي معاه وعمال يخلص عليهم وبيتحول وبيضرب عليهم وبيكون قوي، وريتا بتنزل في الحارسه بتاعته ضرب عشان تاخد منها الذاكره، ودي بيكون بيتعارك معاه وبي بيدخل بيقعد يدمر في المكان، فبيقول له اهدى دول معانا، وبيعرضوا كل حاجه قالها قدام الناس والناس بتصور عليه، ودي بيزقه من فوق وبيقعد يضرب فيه، وهو بيقوم عشان يخلص عليه بس بيفرد طلق وبيروح تاني، بس اريان بيمنعه بيقول له احنا افضل منه، بس بيضربه بيروح عشان يخلص عليه، فبياخد اريان الطلقه وبيجري عليه وبيمسكه بيقول له عملت كده ليه، وفجاه عينه بيتغير وبيقول له انا زهقت من مساعدتك وبيسيبه يقع، واريان بيفضل ينزل لتحت ودي بيحارب فوق، بس في طاقه بتمسك اريان ودي بيقسموا اتنين وبياخد الترس، وبيقول للناس تتبعه، وبيشوف اريان كل البرايمز بيقول له انت اثبتت ان انت تستحق القياده، وبيدوا له مصفوفه الطاقه ودي بيغير الترس، واريان بيتحول لاوبتيموس برايم وبيحاولوا يوقفوه بس دي بيكون قوي، وبيخرج اريان ودي بيهجم عليه وبتكون معركه قويه، وبيكون دي منتصر، بس اريان بيخرج طاقه من ايده وبيطيره بعيد وبيحاربه هو كل اللي معاه، وبيقدر يتصدى ليه بيقع على الارض بيقول له انت خدت قدره تقدر تغير العالم وانت دمرتها، وبيقول له امشي من هنا انت منفي، وبيقول له ما كنتش عايز الوضع ينتهي كده، وبيقول له دي الوضع ما انتهاش، وبيمشي وفي ناس بتمشي وراه، واريان بيقعد يفتكر ذكرياتهم سوا وهو حزين، وبيخرج مصفوفه الطاقه وكل حاجه بتتصلح وكل الروبوتات بيحصلوا على تروس ويتولى اوبتيموس برايم القياده، وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.